إذا كان عندك معلومات بقضية خالد وعمر بن الخطاب. أهلا أهلا أهلا، الأستاذ محمود سعد من الناس المحترمين جدا بصراحة في الإعلام. خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب جيت لي في ملعبي. تقولها للناس فيها دقة أكتر من الكلام الكتير اللي بيتقال هو فيما والله حدث ما بين عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وخالد بن هو الوليد. هتقعدوا تقولوا مالك بن نويرة بقى وعمر بن الخطاب عزله، ها؟ خلاف في طريقة إدارة الموقف. المعتمد تاريخيا. المعتمد تاريخيا أن عمر بن الخطاب طبعا عزل خالد، كان تاني قرارات عمر بن الخطاب بعد توليه الخلافة. يرهقني إنكم بتتكلموا عن ناس ما انتوش عارفين مين دول أصلا. على طول هو عزل سؤال خالد أبو بن بكر الوليد. الصديق شيله. سيدنا عمر بن الخطاب قال لسيدنا أبو بكر الصديق شيله. لأنه كان طبعا، واختلاف الصحابة في وجهات النظر ده مش جديد. أنا أقول لك، أنا شوف سيادتك، سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب اختلف مع سيدنا أبو بكر الصديق 3 مرات. أول مرة في أول قرار أخده سيدنا أبو بكر الصديق أول لما بقى خليفة على المسلمين، اللي هو إنفاذ بعث أسامة ابن زيد. بعث أسامة كان يعني رسول الله ابتدى فيه وتوفاه الله قبل أن يكمله. أسامة ساعتها كان في حدود 15 سنة قبل ما يكمل 16 سنة، وكان سيدنا رسول الله مستخدمه وحطه على رأس الجيش. كويس. لما سيدنا أبو بكر الصديق بقى الخليفة، الناس كانت يعني مش حابة إن أسامة هو اللي يبقى على رأس الجيش وهو في السن ده، وهم كلهم كبار سن كده وماشيين وراه، لدرجة إن هم راحوا اتكلموا مع مين؟ مع عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر راح يعني قال لسيدنا أبو بكر الصديق يعني لو تجعل أي حد على رأس الجيش غيره، لأن أسنة القوم رافضين يخرجوا معانا وهو اللي على رأس الجيش. راح سيدنا أبو بكر ماسكه كده قال له: يا عمر، استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه؟ يعني هم اختلفوا الصحابة في وجهات النظر بعد وفاة النبي في كثير من الأمور. في الآخر يا لأبي بكر يا لأبي بكر يا لأبي بكر، ما سبقك أحدا يا أبا بكر. في الآخر أبو بكر طلع هو الصح. تاني مرة في حروب الردة، سيدنا أبو بكر عايز يحارب اللي بيمنع الزكاة. سيدنا عمر قال له: كيف نحارب من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد عصم نفسه وماله مني. راح سيدنا أبو بكر قال له: أكمل يا عمر، أكمل يا عمر. سيدنا عمر واقف كده قال: إلا بحقها، والزكاة حق المال. راح سيدنا أبو بكر قايل: والله إن منعوني عقالا كانوا يعطوه لرسول الله لنجزتهم عليه. سيدنا أبو بكر طلع صح. لا بأس. عادي جدا. تالت مرة في موضوع مالك بن نويرة اللي انتوا بتتكلموا عنه ده، لما سيدنا أبو بكر الصديق قال لسيدنا عمر بن الخطاب: يا عمر، يا ليت أمور الدنيا واضحة كفلق الصبح أو عتمة كعتمة الليل، إنما نقارب وإن لم نسدد. تحكي لي ايه الحاجات اللي انا هعتمدها من كل الروايات التي تحيط قصة خالد بن الوليد مع سيدنا عمر بن الخطاب. سيدنا عمر بن الخطاب أكتر بني آدم في العالم بعد سيدنا رسول الله وبعد أبو بكر الصديق ظاهره كباطنه. سيدنا عمر بن الخطاب يعلم تماما فضل خالد بن الوليد، غير إنه هو أصلا صاحبه وخليله. يعني قبل الإسلام أصلا سيدنا عمر بن الخطاب كانت شلته مين؟ عكرمة ابن أبي جهل وخالد بن الوليد وصفوان بن أمية، هم دول. تمام. صفوان أسلم، أمية بن خلف طبعا ده رأس الكفر اللي هو كان بيعذب سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه. تمام. سيدنا عمر بن الخطاب ما عزلش خالد بن الوليد علشان أي حاجة عن سخط مثلا أو علشان موضوع مالك بن نويرة. سيدنا عمر بن الخطاب خاف من فتنة الناس بخالد بن الوليد، لأن الناس كانت
يعني وطبعا سيدنا خالد بن الوليد يعني مش محتاج كلام. فهو سيدنا عمر بن الخطاب خاف إلا الناس تفكر إن النصر من عند خالد مش من عند الله، فعزله. هو سيدنا عمر كده ما بيهزرش، بيقطم على طول، فاهم؟ وهو كان عايز يثبت للناس إن النصر جاي من عند ربنا مش من عند خالد. خالد أو القعقاع أو ضرار أو كل الفزع اللي كان في جيش المسلمين ده بيتحركوا بأمر الله. غير كده هتلاقي على بروفايلي فيديو خالد بن الوليد، هبقى احطه لكم في الكومنتات. هتلاقي فيه كل شيء يخص مالك بن نويرة ده، وقصته مع سجاح بنت الحارث التميمية اللي ادعت النبوة، أو مع مسيلمة الكذاب اللي برضو ادعى النبوة، وتعرف منه ليه سيدنا خالد بن الوليد أمر بضرب عنق مالك بن نويرة. ورحم الله فاروق الأمة وسيف الله المسلول.